ممكن بوليسي واحده غلط في المايكروسوفت انترا اي دي تقفل كل الادمنستريتورز بره التننت. require compliant device، block specific locations، authentication method مش شغاله، او حتى configuration غلط في الكونديشنال اكسس. ولما كل الادمنستريتورز يتمنعوا من الدخول، مين هيدخل يصحح المشكله؟ هنا يجي دور الامرجنسي اكسس اكاونتس، او زي ما الناس كلها بتسميها بريجلاس اكاونتس. في الفيديو بتاع النهارده هنفهم يعني ايه بريجلاس اكاونت، وليه مايكروسوفت بتنصح ان الشركه يبقى عندها الاثنين، ليه لازم يبقوا كلاود اونلي، وازاي نحمي الاكاونتس دي وفي نفس الوقت نضمن انها تفضل شغاله وقت الامرجنسي، وايه اكتر مشاكل اللي الشركات بتعملها مع الاكاونتس دي. بس قبل ما نبدا خليني اعرفكم بنفسي. انا سمير حسان، بزنس كلاود اند اي تي كونسلتنت، وبساعد الشركات في الاي تي كلاود والسايبر سيكيورتي. يلا بينا نكمل. يعني ايه بريجلاس اكاونت؟ بريجلاس اكاونت هو emergency administrative account. مش معناه للشغل اليومي، مش معناه ان الاكونت ده ادمنستريتور يفتح منه الايميل، ومش اكونت نعمل منه تغييرات عاديه في مايكروسوفت 365. هو اكونت بتاع emergency سيناريوز فقط لا غير. زي مثلا كل الادمنستريتورز اتعمل لهم بلوك بسبب كونديشنال اكسس بوليسي غلط، او الاوثنتيكيشن سيرفيس الطبيعي في الشركه وقع، او الفيدريتد ايدنتيتي بروفايدر مش موجوده او مش شغاله، الادمن ضيع الديفايس او الاوثنتيكيشن ميثود بتاعته، البريفيليجد ايدنتيتي مانجمنت مش افيلبل، او الادمنز مش قادرين يعملوا اكتيفيشن للرولز بتاعتهم، او حصل سكيورتي انسيدنت وانتم محتاجين اكسس سريع عشان تسترجعوا الشركه الكنترول اللي هي محتاجاه. خلينا نحط على سبيل المثال ان الاكونت ده زي الامرجنسي كي ورا الازاز اللي بيبقى في البوكس في الشركات، اللي هو من الاخر مش بيستعمل كل يوم، بس لما البيبان تتقفل او الاكسس سيستم يقع، الامرجنسي كي هي اللي هتخليكم تدخلوا وتحلوا المشكله. عشان كده اسمها بريك جلاس، يعني نكسر الازاز في الامرجنسي ونستخدم الكي. بس لو الامرجنسي كي دي ضايعه اكسبايرد او مش بتفتح الباب، فهي ملهاش اي لازمه. ولو اي حد يقدر يوصل ليها وهي بنفسها بتتحول لسكيورتي ريسك كبير جدا ساعتها. اول ريكومنديشن مهمه هي ان الشركه يبقى عندها اتليست 2 emergency access accounts. ليه 2 ومش 1؟ عشان الاكونت الاول ممكن يبقى فيه مشكله، الكريدنشلز بتاعته ممكن يبقى دامجد او مش افيلبل، السكيورتي كي ممكن تبوظ او تضيع، والاكونت ممكن يتقفل بالغلط، او الشخص اللي عنده اكسس للكريدنشلز ممكن ما يبقاش افيلبل وقت الامرجنسي. فاكونت واحد مش ريدندنسي، هو السنجل بوينت اوف فيلر. لما يبقى عندكم اكونتين، كل اكونت يبقى عنده اوثنتيكيشن ميثود وستورج بروسيس منفصلين على قد ما تقدروا من بعض، مش الاثنين يبقوا على نفس السكيورتي كي، مش الاثنين الكريدنشلز بتاعتهم في نفس المكان، ومش الاثنين يبقوا ديبندنت على نفس الشخص. الريكومنديشن الثانيه ان الاكونتس دي يبقوا كلاود اونلي، يعني ما يبقوش سينكرونايزد من اون بريميس اكتيف دايركت، وما يبقوش ديبندنت على فيدريشن او اكسترنال ايدنتيتي بروفايدر. افضل تستخدموا الاون مايكروسوفت دوت كوم دومين اللي هي الفانيتي دومين بتاعه التننت، عشان لو الشركه بتستخدم اكتيف دايركتوري، فيدريشن سيرفيسز، او ايدنتيتي بروفايدر تاني والسيستم ده وقع، انتوا لسه محتاجين تدخلوا على مايكروسوفت انترا اي دي لو الامرجنسي اكونت نفسها ديبندنت على سيستم اللي وقع في الفعل. فهي مش emergency account in this case. انتوا عملتوا باك اب كي وحطيتوها جوه نفس الشركه، نفس الاوضه اللي اتقفلت اصلا. عشان كده الامرجنسي اكونت لازم يبقى اندبندنت عن النورمال اوثنتيكيشن انفراستراكشر قد ما يمكن. الريكومنديشن الثالثه ان الاكونتس دي يبقوا جلوبال ادمنستريتورز بيرمننتلي اكتف. وهنا ممكن واحد يقول مش الافضل ان نحط الرول دي في البريفيليج ايدنتيتي مانجمنت ونخليه اليجيبل؟ لا، في الكيس دي البريجلاس اكونت موجوده عشان سيناريوز ممكن البيم نفسها ما تبقاش افيلبل فيها، او الاكونت ما يقدرش ياكتيفيت الرول. فلو الامرجنسي اكونت محتاج اكتيفيشن قبل ما يقدر يساعدك، ممكن ما يقدرش يساعدك اصلا. عشان كده الجلوبال ادمنستريتور رول على الامرجنسي اكونتس لازم تبقى موجوده بيرمننتلي، اللي هو من الاخر بيرمننتلي اكتيف. بس ده مش معناه ان الاكونت يستخدم للادمنستريشن اليومي. هنا هو عنده الرول دايما، بس ما يستخدمش غير في الامرجنسي او كنترول تيستنج. الريكومنديشن الرابعه هي كونديشنال اكسس اكسكلوجنز. بريجلاس اكونتس لازم تستثنوهم من البوليسيز اللي ممكن تبلوك او تأيد الساين ان، زي بوليسي ريكواير كومبلاينت ديفايس على سبيل المثال، او بوليسي بلوك لوكيشن، او بوليسي ريكواير سبيسيفيك اوثنتيكيشن سترينث ثرو كونديشنال اكسس على سبيل المثال، او اي بوليسي غلط ممكن تقفل اكونت بره التنن. ليه؟ عشان لو البوليسي نفسها هي سبب اللوك اوت، الامرجنسي اكونت لازم يقدر يدخل عشان يعدلها. افضل طريقه انكم تعملوا سكيورتي جروب معينه للامرجنسي اكسس اكونتس، وتستثنوا الجروب دي من الكونديشنال اكسس بوليسيز اللي ممكن تبلوك الاكسس. بس هنا في غلطه مهمه جدا، ناس كتير بتفتكر ان الكونديشنال اكسس اكسكلوجن معناها ان الاكونت يبقى من غير ام اف اي او اوثنتيكيشن قويه، وده غلط.
انت بتستثنى الاكونت من البوليسي عشان ما يبقاش ديبندنت عليها، بس الاكونت نفسها لازم تبقى محميه بفيشنج ريزيستنت اوثنتيكيشن ميثود زي فيدو 2 سكيورتي كي او سيرتيفيكت بيست اوثنتيكيشن. الفرق المهم ان الاكونت ما يبقاش ديبندنت على كونديشنال اكسس عشان يدخل، بس الكريدنشال بتاعته نفسها لازم تبقى قويه وريزيستنت للفيشنج. ولازم ناخد بالنا ان مايكروسوفت مانداتوري ام اف اي ريكويرمنتس ممكن تطبق على الامرجنسي اكونتس كمان، فكونديشنال اكسس اكسكلوجن مش طريقه عشان تتجنبوا البلاتفورم بتاع الام اف اي ريكويرمنتس. الهدف هو الريزيلينس مش باي باس للسكيورتي. الريكومنديشن الخامسه هي سكيور ستورج امرجنسي اكونت كريدنشالز، اللي هو كلمه السر، مش في نورمال باسورد مانجر كل الادمنستريتورز عندهم اكسس عليه، مش في اكسل فايل على شير بوينت، ومش في ايميل مبعوث لكام ادمن. الكريدنشالز او سكيورتي كيز لازم يحتفظوا في سكيور كنترولد وسيبريت لوكيشن، وممكن يبقوا مثلا في سيف فيزيكال اللي هو من الاخر في خزنه، ممكن تبقى فاير بروف سيف. لو عندكم 2 اكونتس افضل ما تحطوش الاثنين في نفس المكان، عشان لو المكان ده ما بقاش افيلبل انتوا ما تخسروش الاكونتين مع بعض. كمان لازم يبقى في بروسيس واضح مين مسموح له يفتح السيف، ومين يوافق ان حد يخش على الاكونت ده اصلا، مين يبقى موجود وقت التست، ومين يغير الكريدنشالز لو استخدمت في ريل امرجنسي. الاكونت مش المفروض يبقى اسايند لشخص واحد، مش امرجنسي داش سمير او امرجنسي داش احمد. افضل يبقى جينيريك امرجنسي ايدنتيتي مش مرتبطه بموظف معين، عشان لو الموظف ساب الشركه الامرجنسي ديزاين ما ينهارش معاه. الريكومنديشن السادسه هي المونيتورنج. اي ساين ان من بريجلاس اكونت لازم يتعمل معاه كهاي برايورتي ايفنت، عشان في نورمال اكونت كونديشنز الاكونت دي مش المفروض يبقى عندها اكتيفيتي اصلا. فلو الاكونت ده عمل ساين ان في وقت ما فيهوش امرجنسي او بلاند تيست، ده ممكن يبقى ساين ان اللي فيه كومبرومايز او ان اوثرايزد يوز، فلازم تعملوا alerts على successful sign ins, failed sign in attempts او password authentication method changes, role او group membership changes, application assignments او تغييرات على الاكونت نفسها. والاليرت ما ينفعش يروح لميل بوكس الامرجنسي نفسه، لازم يروح لمونيتورد سكيورتي تيم او ادمنستريتور جروب. ولو الاكونت استخدمت لازم تيم بيعرف مين اللي بيستخدمه واستخدمه ليه واللي اتعمل منه. الريكومنديشن السابعه هي التستنج. ده اكتر بوينت الشركات بتتجاهله. يعملوا 2 امرجنسي اكونتس، يحطوا كريدنشالز في السيف، وبعد كده ما يستخدموش ل3 سنين. وقت الامرجنسي يكتشفوا ان السكيورتي كي مش شغاله، او الاوثنتيكيشن ميثود اكسبايرد، او الاكونت اتقفل اصلا، او كونديشنال اكسس بوليسي جديده ما اتعملت لهاش اكسكلوجن صح، او حتى الكريدنشالز في السيف بس ما حدش عارف يوصل للسيف. مايكروسوفت تنصح ان الاكونتس دي يتعمل لهم تيست كل فتره، مثلا كل 3 شهور. التست مش معناه انكم تستخدموا الاكونت عشان تعملوا نورمال ادمنستريتيف ورك او شغل الادمن الطبيعي كل يوم. التست يبقى كنترولد، تخشوا تتاكدوا ان الاوثنتيكيشن ميثود شغاله، تتاكدوا ان الجلوبال ادمنستريتور رول موجوده، تتاكدوا ان الكونديشنال اكسس مش بيبلوك الاكونت، تتاكدوا ان المونيتورنج اليرت اصلا بعت ايميلات، وبعد كده تخرجوا من الاكونت من غير ما تعملوا اي unnecessary changes. وكل تيست يبقى دوكيومنتد، من عمل التيست، امتى، هل الساين ان نجح، هل الاليرت وصل، وهل في اي ايشو محتاجه تتحل. عشان خلوا بالكم الامرجنسي اكونت اللي مش معمول له تيست هي امرجنسي اكونت انه اكيد انتم مش هتثقوا فيها. الريكومنديشن الثامنه هي انكم ما تستخدموش الاكونت ده زي ما قلت لكم في الشغل الطبيعي اليومي. ما تفتحوش الايميل بتاعها، ما تعملوش لايسنس اساينمنت ليها من مايكروسوفت 365، ما تستخدموهاش في السكريبتس، ما تربطوهاش بابليكيشنز، ما تسجلوش بيها على ديفايسز مختلفه، وما تستخدموهوش لدخول الادمن بلاتفورمز عشان تعملوا فيها الادمن ورك. كل اكسترا يوز بيزود الاتاك سيرفيس وبيخلي المونيتورنج صعب جدا ان الناس تاخد بالها منه. لو الاكونت بيتعمل له ساين ان كل يوم، انتم مش هتعرفوا تفرقوا ما بين النورمال يوز والكومبرومايز. الامرجنسي اكونت المفروض يبقى سايلنت خالص، مفيش اي اكتيفيتي عليها، والاكتيفيتي بتاعتها تبقى في وقت الامرجنسي، يا تيستنج بلاند يا انسيدنت. تعال نتكلم في الغلطات. اول غلطه، شركه عندها اكونت واحد بس، ده ما يديش ريدندنسي. تاني غلطه، اكونت سينكرونايز من اون بريميسز اكتيف دايركتوري. لو الاون بريميسز انفايرمنت او السينكرونايزيشن وقع، الامرجنسي اكونت ممكن تتاخر معاه. تالت غلطه، الاكونت داخله في الكونديشنال اكسس بوليسي، فلما البوليسي الغلط تقفل الاكونت، الامرجنسي اكونت يتبلوك معاها، ودي مشكله. رابع غلطه، الاكونت اكسترودد من الكونديشنال اكسس بوليسي بس ما عندوش سترونج اوثنتيكيشن، وده يحولها لتارجت مخيف عشان هي جلوبال ادمنستريتور ومش محميه كويس. خامس غلطه، الكريدنشالز محفوظه في مكان اي ادمن ممكن يوصل له. سادس غلطه، مفيش مونيتورنج او اليرتس. سابع غلطه، مفيش تيستنج. وثامن غلطه، الاكونت بيستخدم للديلي ادمنستريشن. خلينا نلخص الريكومندد بيس لاين.
اعملوا اتليست 2 emergency accounts، خلوهم كلاود اونلي، خلوهم على onmicrosoft.com vanity domain، ما تربطوش بفederation او on premises identity system، ادوهم global administrator permanently active role، اعملوهم exclusion من conditional access policies اللي ممكن تبلوك الساين ان، احموهم بفيشنج resistant authentication methods، احفظوا credentials والسكيورتي كيز في مكان امن، اعملوا high priority alerts على اي activity، اختبروا الاكونتس regularly مثلا كل 3 شهور، وما تستخدموش ابدا للديلي ادمنستريشن. البري جلاس اكونت مش شورت كات للسكيورتي ومش باك دور للادمنز، هو كنترولد ايمرجنسي ميكانيزم لازم يبقى قوي كفايه ان الاتاكر ما يقدرش يستخدمه، وفي نفس الوقت اندبندنت كفايه ان انت تقدر تستخدمه لما الشركه او النورمال سكيورتي سيستم تفشل. خلينا نراجع الانالوجي، انتوا عندكم ايمرجنسي كي ورا الازاز ولازم تكسروا الكي، بس الكي دي لازم يبقى بروتكت، لازم ما يستخدموش اي حد، ولازم يبقى فيه الارم لما الازاز يتكسر، ولازم كل فتره تتاكدوا ان المفتاح لسه بيفتح البيبان، عشان في وقت الامرجنسي مش هيبقى عندك وقت تكتشفوا ان المفتاح بيفتح البيبان ولا لا. لو الفيديو ده فاتكم اعملوا لايك وسبسكرايب للشانل، واكتبوا لي في الكومنتس هل الشركه بتاعتكم عندها emergency access accounts properly designed ولا عندها global admins account اسمها بري جلاس بس محدش عارف لو هو شغال ولا لا. ولو محتاجوا كونسلتيشن او سبورت في مايكروسوفت 365 ايجر او سايبر سيكيورتي او اي مساعده، هتلاقوا لينك ليا للتواصل في الديسكربشن. اشوفكم في الفيديو الجاي.